النجاح الحقيقي لعمليات السمنة مش إنك تعمل عملية سمنة ناجحة وبعدها المريض يلاقي نفسه لوحده. النجاح الحقيقي إنك تفضل مع المريض خطوة بخطوة لحد ما يوصل للوزن المثالي، وكمان تساعده في تغيير اللايف ستايل بتاعه اللي يساعده يحافظ على نزول الوزن على المدى البعيد. الحقيقة كان في تحدي كبير جدا لما قررت أشتغل في مجال جراحات السمنة، وهو إن المريض كان بيعمل العملية وبعدين يلاقي نفسه لوحده بعد العملية. من هنا قررنا إن إحنا نعمل منظومة زي خطوات المريض يمشي عليها من اول ما ياخد قرار انه هيعمل العمليه لحد ما يوصل للوزن المثالي. ومش بس كده، ان احنا نعمل له كمان تعديل للسلوك عشان يقدر يحافظ على الوزن بعد العمليه. النظام ده ما جاش مره واحده، فضلنا كل شويه نزود فيه خطوه لحد ما وصلنا اكتر من 35 نقطه بتساعد مريض السمنه بعد العمليه. بتبدا من اول مكالمه التليفون، بناخد الداتا بتاعه المريض، وبعد كده عملنا سوفت وير مخصص لجراحات السمنه بنقدر نسجل عليه الداتا عشان نقدر نتابع البروجرس بتاع المريض خلال رحله نزول الوزن. وعملنا كمان كذا نقطه مهمه جدا تساعد المريض. تبدا من اول التحاليل الطبيه اللي بتتعمل عشان تقييم الحاله العامه للمريض وملائمته للعمليه، او لو في حاجه محتاجه تتظبط قبل العمليه. مش بس كده، خلينا كمان المعمل يكون موجود جوه العياده عشان يسهل على المرضى ان هم يعملوا التحاليل بسهوله. من بعد كده المريض بيقدر يعمل العملية بتاعته، بتختار العملية المناسبة ليه، وبعد العملية عملنا بروجرام كامل لمتابعة المريض. البروجرام ده بيبدأ من أول الدعم النفسي اللي مباشرة بعد إجراء العملية، وبعدين المتابعات الدورية اللي بتتم في العيادة عن طريق دكاترة التغذية، الكوتش الرياضي، النظام الجراحي، التعليمات، كل دي متابعات بتتم بعد العملية. تعديل السلوك، الكوتش، الرياضة. زودنا كمان كذا نقطة مهمة ممكن تفرق مع المرضى، وهي ان احنا عملنا كتاب للتغذية اسمه احنا معاك. الكتاب بيشرح بالتفاصيل الاكل والريسبيس بتاعته خلال اول شهر بعد العملية. ومش بس كده، عملنا كتاب تاني بعد الفترة دي عشان خاطر لو حبيت تشوف ريسبيس تساعدك بعد الفترة دي. وعملنا موبايل ابلكيشن بعد العملية تقدر تشوف من خلاله النظام الغذائي بتاعك يوم بيوم، تقدر تكتب عليه يوم العملية ويشرح لك النظام الغذائي المناسب لليوم اللي انت فيه. الابلكيشن ده عليه كذا نقطة كمان مهمين جدا. اولا عليه بروجرام زي فيديو كول تقدر تعمل بيه المتابعه بتاعتك لو انت مسافر، بتقابل دكتور التغذيه وبتقابل الجراح كانك قاعد في العياده بالظبط. كمان نزلنا عليه فيديوز رياضيه عشان خاطر الناس اللي مش قادره تروح الجيم او تتدرب تقدر تشوف التمارين الرياضيه وتنفذها وهي قاعده في البيت. مش بس كده، الموبايل ابلكيشن كمان عليه زي بلاتفورم تقدر تسال فيه الاسئله بتاعتك وتشوف نماذج الناس اللي خسوا قبليك ويحكوا التجارب بتاعتهم على البلاتفورم ده. وعشان مريض السمنه بيقلق جدا بعد العمليه، عملنا نظام مخصص للطوارئ. النظام ده عباره عن ارقام متاحه للاتصال 24 ساعه خلال ال7 ايام في الاسبوع. لو انت اي حاجه قلقتك بتقدر تتصل وتطمن على حالتك العامه. لو انت عملت عمليه سمنه معانا، اكتب لنا في الكومنت ايه اكتر خطوه في السيستم فرقت معاك.